ربنا ما بيعملش حاجة وحشة. لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع. وعايز اقول لحضرتك ان اي حاجة بتحصل في حياتنا في الاول احنا بنبقى مش عارفين ليه يا رب انا اتحطيت في الموقف ده، ليه يا رب الحاجة دي حصلت، ليه يا رب الوجع ده، انا ما استاهلش كده. والبني ادم بعقليته بيبقى مش قادر يجاوب انا ليه حصل لي الحادثة الفلانية وليه الفلان كذا. لكن والله العظيم بعد وقت بنكتشف حاجة رهيبة قوي، ان ربنا بيرتب الامور بشكل نعجز عن ادراكه، لكن مع الوقت بنكتشف اللي حصل ده ربنا كان كاتبه. والحمد لله ان البني ادم ده اتكشف النهارده، والحمد لله ان ربنا بعد عننا حاجات كتير في وقت لعل كان هيبقى رد فعلنا يضيع حياتنا. فهو ربنا بيجيب لنا الحدث والصدمه في الوقت اللي نقدر نتمالك فيه نفسنا. ما تقولش ليه حصل لي، ما تقولش اشمعنى دلوقتي، ربنا دي ترتيب في ميعاده وفي شكل الحاجه اللي بتحصل. كل اللي عليك قول يعني الحمد لله على الحاجه اللي حصلت دي، وسيب ربنا سبحانه وتعالى هيكشف لك قدام ليه الحاجه دي حصلت دلوقتي.